السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سوف تبقى بعض تدخلاتنا للتاريخ. الهيئة الكروية الجزائرية يا عماد في حاجة، كنا نتحدث على رجال أكفاء، أنا أقول اليوم هي في حاجة إلى كوموندوس حقيقي لرفع التحدي لما هو قادم في هذه القارة. ليس رجل سياسي فقط، لا كوموندوس هنا ما أقول، نحن في حاجة إلى كوموندوس بثوب الفاف، لكن كوموندوس حقيقي. إذا ما تمت الأمور مثل ما تسير عليه اليوم، تأكد سجل عندك وخذ هذا المقطع يعني ضعه للتاريخ. إذا واصلنا بنفس هذا النهج على مستوى الفاف، سوف لن نتأهل إلى مونديال 26. حتى ب10 منتخبات، ب20 منتخب إفريقي بهذا الوضع الذي نسير عليه وفق المنطق الإفريقي، سوف لن نتأهل إلى المونديال. إذن عندك معطيات أخرى. أنني نقول لك سجلها للتاريخ يا عماد، بهذا المنطق وبعدم يعني الانتفاضة في وضع كوموندوس على رأس، يعني على هذه الهيئة، وليس على رأس الهيئة فقط، مجموعة من الرجال وليس رجل واحد. إذا ما استطعنا أن ننقذ الموقف في الربع ساعة الأخير ونضع كوموندوس في دال إبراهيم، سوف نخسر رهان الذهاب إلى المونديال القادم. حتى لو امتلك بالماضي على المستطيل الأخضر أحسن اللاعبين وقام بعمل جبار بالماضي، لو تتذكر يا عماد قالها قبل قاسامة بسنة، نحن فقط ننسى أو نتناسى. في مباراة زيمبابوي دق ناقوس الخطر، وفي مباراة بوركينا فاسو في المغرب دق ناقوس الخطر وقال أحموني بطريقة غير مباشرة. يعني بعد سنة من ذلك التصريح، والذي ذهب البعض في البطولات الجزائرية ليرمي باللائمة على بالماضي ويقول لك كيف يندد بالتحكيم. ندد بالتحكيم سنة من قبل قاسامة، وبعد مرور سنة أتى قاسامة وذبحنا من الوريد إلى الوريد ونحن نتفرج. اليوم قبل 3 سنوات من المونديال، أنا أقولها لك مرة أخرى قبل أن يقولها لا بالماضي ولا غيره، لو نبقى بهذه التشكيلة وبهذا السيرورة وبهذا النهج على مستوى تسيير الفاف على المستوى الإفريقي، سوف لن نذهب إلى المونديال القادم.